السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. اليوم جبت لكم تحلية باردة خفيفة وسهلة وبنينة وبلا شوكولا بلا شانتيه، وتوجدها في الدار غير بزوز حبات بيض. شوفوا كيفاه تجي خفيفة خفيفة، والجينواز تاعها تجي مشربة وتجي بنينة بنينة، صدقوني روعة. نروح مع بعضنا طريقة التحضير. اول حاجة نحضر مع بعضنا الجينواز، نسحقوا فيها 2 حبات بيض، رشة ملح، كاس الى ربع زيت، كاس الى ربع حليب، وكاس الى ربع سكر. نسحقوا فرينة وواحدة خميرة الحلويات. طريقة التحضير: نحطوا رشة ملح، نزيدوا لها 2 حبات بيض تكون بحرارة الغرفة، كاس الى ربع سكر، ونخلطوا مليح حتى يذوب السكر. انا ما حطيتش هنا فاني ولا قشور ليمون لاني راح نستخدم بعد الكاكاو. بعد ما حسيت السكر ذاب شوية نبدأ نصب في الزيت تدريجيا. عندي كاس إلا ربع زيت، نبقى نفرغ فيه تدريجيا ونخلط. بعد ما كملنا ضفنا الزيت نزيدو الحليب تدريجيا، كاس إلا ربع حليب، نفرغوه تدريجيا ونخلطه. هنا انا كنت ضفت ملعقة كاكاو، عندي كاكاو اسود، ضفت ملعقة كاكاو، 2 ملاعق فرينة، وكيس خميرة الحلوى، ونخلط ونضيف تقريبا كأس فرينة. انا فرينة نغربلها هي والكاكاو، ونضيفها تدريجيا لانه كل فرينة وكيفاه، كاين فرينة اللي تشرب وكاين فرينة اللي لا. انا هنا كنت استخدمت تقريبا كأس فرينة و2 ملاعق. هنا ندهنو البلاطو تاعنا بالزيت او نرشوه بالفرينة، كل واحد كيفاه يدير، ونفرغو الخليط وندخلوه للفرن حوالي 15 دقيقة، ومن بعد نجربو نتستيوه بموس. اذا خرج الموس ناشف معناها راهو طاب. هنا بعد ما طابت نثقبوها بموس ولا بكيردون باه نشربوها وتجيني لاباط خفيفة، ما تجيش ناشفة كي ناكلوها. عندي نصف كأس حليب، نضيفوله ملعقة كراميل، ونخلطو مليح ونشربو بها الجينواز تاعنا. هنا الجينواز راح تجيني خفيفة ومشربة، ما تجيش ناشفة وتجي حلوة. نحطوها بجهة ونخلوها تشرب مليح وتبرد، ونروحو نحضرو مع بعضانا الطبقة الثانية اللي هي الفلان او الكريمة. في كسرونة نحط رشة ملح، وراح نحتاجو هنا لتر حليب، نحتاج 2 مغارف فرينة، نحتاج مغرفة كبيرة كاكاو، نحتاج 4 مغارف سكر، نحتاج علبة ياغورت شوكولا. هنا في الكسرونة نحط نصف لتر حليب. انا هنا تبالي لكم خليت ربع، بصح انا بعد راح نضيف، راح نحط نصف لتر حليب. النصف هذاك اللي خليناه راح نزيدوله 2 مغارف فرينة، راح نضيفوله مغرفة كبيرة كاكاو، خلطوا مليح. هنا اذا جاتكم عاقدة تقدروا تزيدولها الحليب اللي خليناه في الكسرونة. نخلطوا مليح ونخلوها بجهة. الكسرونة نزيدولها 4 مغارف سكر، 4 مغارف سكر فقط، باه ما تجينيش الكريمة حلوة. بعد ما حطينا السكر نجيب الخليط تاع الفرينة والكاكاو والحليب ونفرغو في الكسرونة ونصفيه، ما نفرغوش ديريكت باه ما يهبطوليش هذوك الحبيبات تاع الفرينة والكاكاو. من الافضل نصفيه. نحط الكسرونة على نار متوسطة ونبقى نحرك فيها بالفوي باه ما تلصقلناش الفرينة والكاكاو من تحت. كي نشوفوها هكا بدات تعقد
نضيفولها علبة ياغورت تاع الشوكولا. أنا كان عندي متوفر هذا الشوكولا درتو، إذا كان عندكم كراميل أو أي نوع ديروه ونحركو ونخلوها حتى تغلي. كي نشوفوها هكا بدات تغلي وعاقدة، كي نهزوها نلقاها عاقدة ماهيش خفيفة، نطفو عليها. والخليط هكاك يغلي نفرغوه فوق الصينية اللي فيها الجينواز. الجينواز انا ما نحيتوش من الصينية، خليه فيها نورمال. نفرغ على هذيك الخليط ونسويله السطح تاعو ونخليه يبرد. انا هنا كانوا عندي متوفرين زوج حبات بنين، نتوما ديروا اي فاكهه عندكم، ومن الافضل التحليه هذه تجي فيها البنين. كانوا عندي زوج حبات بنين قطعتهم دي رونديل وحطيتهم الفوق بعد ما بردت لي الكريمه وحكمت روحها. نسدفوا هذاك البنين في البلا. انا كنت خدمت من قبل كراميل في الدار، راح نديرو من الفوق. اذا كان عاقد ياسر ضيفوله شويه ماء قيس ما يمشي لكم فقط. انا هنا درت كراميل الفوق وسويت له السطح تاعو. بعد ما سويت السطح تاعو راح نديرو في الفريجيدير يبرد. من الافضل نخلوه على الاقل ساعتين يبرد مليح، ومن بعد نقطعوه. باش كي نقطعوه نلقوه حكم روحو وكل طبقة تبين. شوفوا هنا كيفاه يجيو كل طبقة تبين وحدها، طبقة الجينواز وطبقة الفلون وطبقة الكراميل والبنين. وراح تجي الجينواز خفيفة ومشربة وطرية وما تجيش ناشفة، وكنا سقيناها بالحليب والكراميل راح تجي حلوة. والطبقة الثانية اللي كانت الفلون ما كناش درنا فيه شوكولا ولا حتى حاجة، كنا درنا كاكاو راح يجي متوازن الذوق تاعو مع الكراميل اللي من الفوق. صدقوني بنا رائعة وتجي خفيفة وسهلة وبنينة بنينة. كيما قلت لكم من الافضل نقدموها باردة وتكون حاكمة روحها. هذا الكراميل يكون حاكم روحه والكريمة حاكمة روحها، راح تجي بنينة وخفيفة وتعطيكم كمية كبيرة. درناها غير بزوج حبات بيض، وكانوا عندي غير زوج حبات بنين فقط، ومن غير شوكولا ومن غير شانتيه.